بسم الله الرحمن الرحيم. لا إنسان بعد الجوع شبع، وبعد الظمأ وبعد السهر نوم، وبعد المرض عافية، وبعد الفقر غنى، وبعد السجن حرية. أريد الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة فأقام في المدينة دولة. سجن أحمد بن حنبل فصار إمام السنة، حبس ابن تيمية فصار علم الأمة، وضع السرخسي في قعر بئر معطلة فأخرج 30 مجلدا، أبعد ابن الأثير فصنف 40 مصنفا، نفي ابن الجوزي فتعلم القراءات، أصابت الحمى مالك بن الريب فصار شاعر الدنيا، مات أبناء أبي ذؤيب هذل فرزاهم بإلياذة أنصت لها الدهر وذهل منها الجمهور وصفق لها التاريخ. إذا داهمتك داهية فانظر في الجانب المشرق منها، إذا أهدى لك أحد ثعبانا خذ جلد الثمين واترك باقيا. دعوة تعز بأهل البلاء، اصبر صبر واثق بالفرج، اصبر مهما ازدهمت الخطوة وأظلمت أمامك الدروب، فإن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا. ولا تحزن ولا تحزن ولا تحزن. تصبر إن عقب الصبر خير، ولا تجزع لنائبة تنوب، فإن اليسر بعد العسر يأتي، وعند الضيق تنكشف الكروب. وكم جزعت نفوس من أمور، وكم جزعت نفوس من أمور أتى من دونها فرج قريب. لا تحزن لأنك بحزنك تريد إيقاف الزمن حبس الشمس، لا تحزن، لأن الحزن كالريح الهوجاء تفسد الهواء وتبعثر الماء وتغير السماء وتهلك الحديقة الغناء. لا تحزن، لأن المحزون كنهر الأحمر ينحدر من البحر ويصب في البحر. لا تحزن، فإن عمرك الحقيقي سعادتك وراحة بالك. لا تحزن، فإن أموالك التي في خزائنك وقصورك السامقة مع الحزن والأسى والياس زيادة في أسفك وهمك وغمك. لا تحزن، فإن عقاقير الأطباء ودواء الصيادلة وصفة الحكيم لا تسعدك. لا تحزن، وأنت تملك الدعاء وتجيد الانطراح على عتبات الربوبية. لا تحزن، فإن المرض يزول والمصاب يحول والذنب يغفر والدين يقضى. لا تحزن، فقد حار الأطباء لا تحزن، وعجز الحكماء لا تحزن، وتساءل الشعراء لا تحزن، وبارت الحيل أمام نفاذ القدرة ووقوع القضاء. عسى فرج يكون عسى، نعلل نفسنا بعسى، فلا تقنط وإن لاقيت هما يقبض النفس، فأقرب ما يكون المرء من فرج إذا يئسا. لا تحزن، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. هم صلي، اقرأ، سبح، طالع، اكتب، رتب، ابدع، تحرك، اعطي محروما، انصر مظلوما، انقذ مكروبا، اطعم جائعا، عد مريضا، اعن منكوبا. السعادة تغمرك من بين يديك ومن خلفك. اليقين المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع بجدة تقدم لا تحزن الدرة الثانية لفضيلة الشيخ الدكتور عائض ابن عبد الله القرني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فعنوان هذه المحاضرة لا تحزن، وهي رسالة لكل مهموم ومغموم ومحزون تقول له لا تحزن، وهي خطاب لكل مصاب ومبتلى وكل من سحقته المشقة والعنى تقول له لا تحزن، وهي نداء لكل من احدقت به المصائب وأحاطت به النكبات وخنقته الأزمات تقول له لا تحزن، وهي دعوة لمن فقد ابنه وفجع بثمرة فؤاده وأصيب بصفيه من أهل الدنيا ونعي إليه حبيبه تقول له لا تحزن، وهي أمل لكل من أثقلته الديون وعظه الفقر وأمضته الحاجة وأحاطت به البأساء تقول له لا تحزن، وهي مواساة لمن أقعده المرض ونغص عيشه السقم وأقض مضجعه الألم وشرد نومه الياس تقول له لا تحزن،
وهي عزاء لمن أوصدت عليه الأبواب، ولمن ذاق مرارة الغربة واحتسى كأس الفراق وشرب علقم الإحباط. تقول له لا تحزن، وهي سلوة لمن أسرف عن الانتحار ومل الحياة وسئم العيش وعاف البقاء. تقول له لا تحزن. عناصر المحاضرة: إن مع العسر يسرا، فكر واذكر ما مضى فات، يومك يومك، اترك المستقبل حتى يأتي، مواجهة النكد الآثم، لا تنتظر شكرا من أحد، الإحسان إلى الغير انشراح للصدر، اطرد الفراغ بالعمل، قضاء وقدر، اصنع من الليمون شرابا حلوا، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، العوض من الله، الإيمان هو الحياة، اجن العسل ولا تكسر الخلية، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، اقبل الحياة كما هي، تعز بأهل البلاء، الصلاة الصلاة، حسبنا الله ونعم الوكيل، قل سيروا في الأرض فصبر جميل، لا تحمل الكرة الأرضية على راسك، لا تحطمك التوافه، ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، ذكر نفسك بجنة عرضها السماوات والأرض، وقفات. وهذه هي التفاصيل. إن مع العسر يسرا. يا إنسان بعد الجوع شبع، وبعد الظمأ ري، وبعد السهر نوم، وبعد المرض عافية، وبعد الفقر غنى، وبعد السجن حرية. سوف يصل الغائب ويهتدي الضال ويفك العاني وينقشع الظلام، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. بشر الليل بصبح صادق يطارده على رؤوس الجبال ومسارب الأودية، بشر المهموم بفرج مفاجئ يصل في سرعة الضوء ولمح البصر، بشر المنكوب بلطف خفي وكف حانية. إذا رأيت الصحراء تمتد فاعلم أن وراءها رياضا خضراء وارفة الظلال. إذا رأيت الحبل يشتد فاعلم أنه سوف ينقطع، مع الدمعة بسمة، ومع الخوف أمن، ومع الفزع سكينة. النار لا تحرق إبراهيم التوحيد، لأن الرعاية الربانية فتحت نافذة بردا وسلاما. البحر لا يغرق كليم الرحمن، لأن الصوت القوي الصادق نطق بي كلا إن معي ربي سيهدين. المعصوم في الغار بشر صاحبه بأنه وحده سبحانه معنا، فنزل الأمن والفتح والسكينة. إن عبيد ساعاتهم الراهنة وأرق أظروفهم القاتمة لا يرون إلا النكد والضيق والتعاسة، لأنهم لا ينظرون إلا إلى جدار الغرفة وباب الدار فحسب. ألا فليمدوا أبصارهم وراء الحجب، ألا فليطلقوا أعنة أفكارهم إلى ما وراء الأسوار، ألا فليحسنوا الظن بالعزيز الغفار. إذن فلا تذق ضرعا، فمن المحال دوام الحال، وأفضل العبادة انتظار الفرج. الأيام دول، والدهر قلب، والليالي حبالا، والغيب مسور، والحكيم كل يوم هو في شان، ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وإن مع العسر يسرا، دع المقادير تجري في أعنتها، ولا تبيتن إلا خالي البال، ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. وانظر إلى يونس بن متى عليه السلام في ظلمات ثلاث، لا أهل ولا ولد ولا صاحب ولا حبيب ولا قريب إلا الله الواحد الأحد، فهتف بالكلمة الصادقة المؤثرة الناصعة: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فجاء الفرج
ويعقوب عليه السلام يقول لأبنائه: لا تيأسوا من روح الله، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلا يأس والله يدعى، ولا قنوط والله يرجى، ولا خيبة والله يعبد، ولا إحباط والله يؤمل جل في علاه. فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. انظر إلى أخبار الأمم وقصص الدول كيف غلب الله على أمره جل في علاه، لأنه الفعال لما يريد، فجاء باليسر بعد العسر سبحانه. وفي حديث حسن: ولن يغلب عسر يسرين. المنصور بن أبي عامر الملك الأندلسي حكم بقتل عالم من العلماء، وأعطى السياف ورقة أراد أن يكتب فيها يقتل، فكتب يطلق، فردها السياف إليه، فشطبها وكتب يطلق، فردها إليه، فشطبها وكتب يطلق، يريد أن يقتل. فلما كتب يطلق تعجب واحتار، وقال: والله إنه لأمر الله جل في علاه، والله ما أردت إلا قتله، وإنه ليطلق على رغم أنفي. فأطلقه. كل يوم هو في شأن، سهرت أعين ونامت عيون، في شؤون تكون أو لا تكون. إن ربا كفاك ما كان بالأمس، سيكفيك في غد ما يكون. فكر واشكر. المعنى أن تذكر نعم الله عليك، فإذا هي تغمرك من فوقك ومن تحت قدمك. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. صحة في بدن، أمن في وطن، غذاء وكساء، هواء وماء. لديك الدنيا وأنت ما تشعر، تملك الحياة وأنت لا تعلم. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. عندك عينان ولسان وشفتان ويدان ورجلان، وأمن في أوطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هل هي مسألة سهلة أن تمشي على قدميك وقد فترت أقدام، وأن تعتمد على ساقك وقد قطعت سوق؟ أحقير أن تنام ملء عينيك وقد أطار الألم نوم الكثير، وأن تملأ معدتك من الطعام الشهي، وأن تكرع من الماء البارد، وهناك من عكر عليه الطعام ونغص عليه المنام بأمراض وأسقام. تفكر في سمعك وقد عوفيت من الصمم، تأمل في نظرك وقد سلمت من العمى، انظر إلى جلدك وقد نجوت من البرص والجذام، المح عقلك وقد أنعم عليك بحضوره ولم تفجع بالجنون والذهول. أتريد في بصرك وحده كجبل أحد ذهبا؟ أتحب بيع سمعك وزن ذهلان فضة؟ هل تشتري قصور الزهراء بلسانك فتكون أبكم؟ هل تقايض بيديك مقابل عقود اللؤلؤ والياقوت لتكون أقطع؟ إنك في نعم عميمة، إنك في أفضال جسيمة، إنك في آيات عظيمة، ولكنك لا تدري. تعيش مهموما مغموما حزينا كئيبا، وعندك الخبز الدافئ والماء البارد والنوم الهانئ والعافية الوارفة. تتفكر في المفقود ولا تشكر الموجود، تنزعج من خسارة مالية وعندك مفتاح السعادة وقناطير مقنطرة من الخير والمواهب والنعم والأشياء. فكر واشكر. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ فكر في نفسك، فكر في أهلك، فكر في بيتك، فكر في عملك، فكر في عافيتك، فكر في أصدقائك، فكر في الدنيا من حولك. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوته وقوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس.
خذ القناعة من دنياك وارض بها، لو لم يكن لك إلا راحة البدن، وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل سار منها بغير الطيب والكفن. ويقول أبو العتاهية: رغيف خبز يابس تأكله في زاوية، وكوز ماء بارد تشربه من صافية، وغرفة خالية نفسك فيها راضية، ومصحف تدرسه مستندا لسارية، خير من السكنى بظلات القصور العالية، من بعد هذا كله تصلى بنار حامية. ما مضى تذكر الماضي والتفاعل معه واستحضاره والحزن لمآسيه حمق وجنون وقتل للإرادة وتبديد للحياة الحاضرة. إن ملف الماضي عند العقلاء يطوى ولا يروى، يغلق عليه أبدا في زنزانة النسيان، يقيد بحبال قوية في سجن الإهمال فلا يخرج أبدا، ويوصد عليه فلا يرى النور، لأنه مضى وانتهى. لا الحزن يعيده، لا الهم يصلحه، لا الغم يصححه، لا الكدر يحييه، لأنه عدم. لا تعش في كابوس الماضي وتحت مظلة الفائت، انقذ نفسك من شبح الماضي. أتريد أن ترد النهر إلى مصبه، والشمس إلى مطلعها، والطفل إلى بطن أمه، واللبن إلى الثدي، والدمعة إلى العين؟ إن تفاعلك مع الماضي وقلقك منه واحتراقك بناره وانطراحك على أعتابه وضع مأساوي رهيب مخيف مفزع. القراءة في دفتر الماضي ضياع للحاضر، وتمزيق للجهد، ونسف للساعة الراهنة. ذكر الله الأمم وما فعلت، ثم قال: تلك أمة قد خلت. وقال لأوليائه: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. انتهى الأمر، قضيت المسألة، لا طائل من تشريح جثة الزمان وإعادة عجلة التاريخ. إن الذي يعود للماضي كالذي يطحن الطحين وهو مطحون أصلا، وكالذي ينثر نشارة الخشب. وقديما قالوا لمن يبكي على الماضي: لا تخرج الأموات من قبورهم. وقد ذكر من يتحدث على ألسنة البهائم أنهم قالوا للحمار: لم لا تجتر؟ قال: أكره الكذب. إن بلاءنا أننا نعجز عن حاضرنا ونشتغل بماضينا، نهمل قصورنا الجميلة ونندب أطلالنا البالية. ولئن اجتمعت الإنس والجن على إعادة ما مضى لما استطاعوا، لأن هذا هو المحال بعينه. إن الناس لا ينظرون إلى الوراء ولا يلتفتون إلى الخلف، لأن الريح تتجه إلى الأمام، والماء ينحدر إلى الأمام، والقافلة تسير إلى الأمام، فلا تخالف سنة الحياة. يومك يومك. اسمع إلى الأثر الثابت: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. اليوم فحسب سأعيش، فلا أمس الذي ذهب بخيره وشره، ولا الغد الذي لم يأتي إلى الآن. اليوم الذي أظلتك شمسه وأدركك نهاره هو يومك فحسب. عمرك يوم واحد، ما مضى فات، والمؤمن غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. تجعل في خلدك العيش لهذا اليوم، وكأنك ولدت فيه وتموت فيه. حينها لا تتعثر حياتك بين هاجس الماضي وهمه وغمه، وبين توقع المستقبل وشبحه المخيف وزحفه المرعب. لليوم فقط اصرف تركيزك واهتمامك، لليوم فقط وجه إبداعك وكدك وجهدك. لهذا اليوم لا بد أن تقدم صلاة خاشعة وتلاوة متدبرة واطلاعا بتأمل وإبداعا برقي وذكرا بحضور واتزانا في الأمور وحسنا في خلق ورضا بالمقسوم واهتماما بالمظهر واعتناء بالجسم ونفع للآخرين. لليوم هذا الذي أنت فيه تعيش، فتقسم ساعاته وتجعل من دقائقه سنوات ومن ثوانيه شهور، تزرع فيه الخير، تسدي فيه الجميل، تستغفر فيه من الذنب، تذكر فيه الرب، تتهيأ للرحيل. تعيش هذا اليوم فرحا وسرورا وأمنا وسكينة، ترضى فيه برزقك، بزوجتك، بأطفالك، بوظيفتك، ببيتك،
بعملك بمستواك، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. تعيش هذا اليوم بلا حزن ولا انزعاج ولا سخط ولا حقد ولا حسد. إن عليك أن تكتب على لوح قلبك عبارة واحدة تجعلها أيضا على مكتبك، تقول العبارة: يومك يومك. إذا أكلت خبزا حارا شهيا هذا اليوم، فهل يضرك خبز الأمس الجاف الرديء أو خبز غد الغائب المنتظر؟ إذا شربت ماء عذبا زلالا هذا اليوم، فلما تحزن من ماء أمس المالح الأجاج أو تهتم لماء غد الآسن الحار؟ إنك لو صدقت مع نفسك بإرادة فولاذية صارمة عارمة حاسمة حازمة جازمة لأخضعتها لنظرية لن أعيش إلا هذا اليوم. حينها تستغل كل لحظة في هذا اليوم في بناء كيانك، في تنمية مواهبك، في تزكية عملك، فتقول: لليوم فقط أهذب ألفاظي، فلا أنطق هجرا أو فحشا أو سبا أو غيبة. اليوم فقط سوف أرتب بيتي ومكتبتي، فلا ارتباك ولا بعثرة، وإنما هو نظام ورتابة. لليوم فقط سوف أعيش، فأعتني بنظافة جسمي وتحسين مظهري والاهتمام بهندامي والاتزان في مشيتي وكلامي وحركاتي. لليوم فقط سأعيش، فأجتهد في طاعة ربي وتأدية صلاتي على أكمل وجه، والتزود بالنوافل وتعاهد مصحفي والنظر في كتبي وحفظ فائدة ومطالعة كتاب نافع. لليوم فقط سأعيش، فأغرس في قلب الفضيلة من شجرة الشر بغصونها الشائكة من كبر وعجب ورياء وحسد وحقد وغل وسوء ظن. لليوم فقط سوف أعيش فأنفع الآخرين، وأسدي الجميل إلى الغير، أعود مريضا، أشيع جنازة، أدل حيران، أطعم جائعا، أفرج عن مكروب، أقف مع مظلوم، أشفع لضعيف، أواسي منكوبا، أكرم عالما، أرحم صغيرا، أجل كبيرا. لليوم فقط تعيش، فيا ماض ذهب وانتهى أغرب كشمسك، فلن أبكي عليك ولن تراني أقف لأتذكرك لحظة، لأنك تركتنا وهجرتنا وارتحلت عنا ولن تعود إلينا أبد الآبدين. ويا مستقبل، أنت في عالم الغيب، فلن أتعاهم ولن أبيع نفسي مع الأوهام، ولن أتعجل ميلاد مفقود، لأن غدا لا شيء، لأنه لم يخلق ولأنه لم يكن شيئا مذكورا. يومك يومك أيها الإنسان أروع كلمة في قاموس السعادة لمن أراد الحياة في أبهى صورها وأجمل حللها. اترك المستقبل حتى يأتي. أتى أمر الله فلا تستعجلوه، لا تستبق الأحداث. أتريد إجهاض الحمل قبل إتمامه وقطع الثمرة قبل النضج؟ إن غدا مفقود لا حقيقة له، ليس له وجود ولا طعم ولا لون ولا رائحة، فلماذا نشغل أنفسنا به ونتوجس من مصائبه ونهتم لحوادثه ونتوقع كوارثه، ولا ندري هل يحال بيننا وبينه أو نلقاه، فإذا هو سرور ونور وحضور. المهم أنه في عالم الغيب لم يصل إلى الأرض بعد. إن علينا ألا نعبر جسرا حتى ناتيه، ومن يدري لعلنا نقف قبل وصول الجسر، أو لعل الجسر ينقطع بنا، وربما وصلنا الجسر ومررنا بسلام. لعمرك ما تدري الضوارب بالصاء ولا زاجرات الطير ما الله صانعه. لا يعلم الغيب إلا الله، فانتظر موعودك مع الحياة وكن سعيدا بيومك. إن إعطاء الذهن مساحة أوسع للتفكير في المستقبل وفتح كتاب الغيب ثم الاكتواء بالمزعجات المتوقعة ممقوت شرعا، لأنه طول أمل، ومذموم عقلا لأنه مصارعة للظل. إن كثيرا من هذا العالم يتوقع في مستقبله الجوع والعري والمرض والفقر والمصائب، وهذا كله من مقررات مدارس إبليس. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء
والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. وكل بها ربا عليما حاكما جل في علاه. كثير هم الذين يبكون لأنهم سوف يجوعون غدا، وسوف يمرضون بعد سنة، وسوف ينتهي العالم بعد 100 عام. إن الذي عمره في يد غيره لا ينبغي له أن يراهن على العدم، والذي لا يدري متى يموت لا يجوز له الاشتغال بشيء مفقود لا حقيقة له. اترك غدا حتى يأتيك، لا تسأل عن أخباره، لا تنتظر جحوفه لأنك مسؤول باليوم. وإن تعجب فعجب هؤلاء الذين يقترضون الهم نقدا ليقضوه نسيئة في يوم لم تشرق شمسه ولم يرى النور، فحذار من طول الأمل. كيف تواجه النقد الآثم؟ الرقعاء السخفاء الحمقى التافهون سبوا الخالق الرازق جل في علاه، شتموا الواحد الأحد الذي ذهب بالجمال والكمال والجلال، لا إله إلا هو. فماذا أتوقع أنا وأنت ونحن أهل الحيف والخطأ؟ إنك سوف تواجه في حياتك حربا ضروسا لا هوادة فيها من النقد الآثم المر، ومن التحطيم المدروس المقصود، ومن الإهانة المتعمدة، ما دام أنك تعطي وتبني وتؤثر وتصطع وتلمع وتبدع. ولن يسكت هؤلاء عنك حتى تتخذ نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتفر من هؤلاء. أما وأنت بين أظهرهم فانتظر منهم ما يسوءك ويبكي عينك ويدمي مقلتك ويقض مضجعك. إن الجالس على الأرض لا يسقط، إن الناس لا يرفسون كلبا ميتا، لكنهم يغضبون عليك لأنك فقتهم صلاحا أو علما أو أدبا أو مالا أو بيانا أو زهدا. فأنت عندهم مذنب لا توبة لك حتى تترك مواهبك ونعم الله عليك، وتنخلع من كل صفات الحمد، وتنسلخ من كل معاني النبل، وتبقى بليدا غبيا صفرا محطما مكدودا. هذا ما يريدون بالضبط. إذن فاصمد لكلام هؤلاء، إذن فاثبت أحد، إذن فاصبر على نقدهم وتشويههم وتجريحهم وتحقيرهم. إذن كن كالصخرة الصامتة المهيبة تتكسر عليها حبات البرد لتثبت وجودها وتعلن صمودها وقدرتها على البقاء. إنك إن أصغيت لكلام هؤلاء وتفاعلت به حققت أمنيتهم الغالية في تعكير حياتك وتكدير عمرك. ألا فاصفح الصفح الجميل، ألا فاعرض عنهم ولا تك في ضيق مما ينكرون. إن نقدهم السخيف ترجمة محترمة لك، وبقدر وزنك يكون النقد الآثم المفتعل. إنك لن تستطيع أن تغلق أفواه البشر، ولا تستطيع أن تعتقل ألسنتهم، لكنك تستطيع أن تدفن نقدهم وتجنيهم بتجافيك لهم وإهمالك لشانهم واضطراحك لأقوالهم. قل موتوا بغيظكم. وكلمة حاسد من غير جرم سمعت فقلت مري فانفذيني، وعابوها علي ولن تعدني ولم يندالها أبدا جبيني. حسد الفتى إن لم ينالوا سعيه، فالناس أعداء له وخصوم كضرائر الحسناء، كن لوجهها حسدا وبغيا إنه لذميم. وشكوت من ظلم الوشاة ولن تجد ذا سؤدد إلا أصيب بحسدي. لا زلت يا سبط الكرام محسدا، والتافه المسكين غير محسد. إنك تستطيع أن تصب في أفواه هؤلاء الخردل بزيادة فضائلك وتربية محاسنك وتقويم عوجاجك. إن كنت تريد أن تكون مقبولا عند الجميع، محبوبا لدى الكل، سليما من العيوب عند العالم، فقد طلبت مستحيلا وأملت أملا بعيدا. ألا يكفيك أن الواحد جل في علاه، القهار تباركت أسماؤه، الكامل تقدست آلاؤه، يقول يسبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، ويشتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، أما سبه إياي تعالى الله في علياه، أما سبه إياي
فإنه يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وأما شتمه إياي فإنه يقول إني اتخذت صاحبة وولدا وأنا الله لم أتخذ صاحبة ولا ولدا. وهذا هو الله جل في علاه. ورسولنا صلى الله عليه وسلم من بلغ الكمال البشري سب وشتم وهجي وقيل له ساحر وشاعر وكاهن وكذاب ومجنون، فنزل عليه فاصفح الصفح الجميل، فاصبر صبرا جميلا. لا تنتظر شكرا من أحد. خلق الله العباد ليذكروه، ورزق الله الخليقة ليشكروه، فعبد الكثير غيره وشكر الغالب سواه، لأن طبيعة الجحود والنكران والجفاء وكفران النعم غالبة على النفوس. فلا تصدم إذا وجدت هؤلاء قد كفروا جميلك وأحرقوا إحسانك ونسوا معروفك، بل ربما ناصبوك العداء ورموك بمنجنيك الحقد الدفين، لا لشيء إلا لأنك أحسنت إليهم، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. وطالع سجل العالم المشهود فإذا في فصوله قصة أب ربى ابنه وغذاه وكساه وأطعمه وسقاه وأدبه وعلمه، سهر لينام، جاع ليشبع، تعب ليرتاح. فلما طر شارب هذا الابن وقوي ساعده أصبح لوالده كالكلب العقور، استخفافا وخسة وازدراء ومقتا وعقوقا صارخا وعذابا وبيلا وبغيا أثيما. وربيته حتى إذا ما تركته أخى الفحل واستغنى عن الضر شاربه، تغمط حقي ظالما ولوى يدي، لوى يده الله الذي هو غالبه. ألا فليهدئ الذين احترقت أوراق جميلهم عند منكوس الفطر ومحطم الإرادات، وليهنأوا بعوض المثوبة عند من لا تنفذ خزائنه. إن هذا الخطاب الحار لا يدعوك لترك الجميل وعدم الإحسان للغير، وإنما يوطنك على انتظار الجحود والتنكر لهذا الجميل والإحسان. فلا تبتئس بما كانوا يصنعون، اعمل الخير لوجه الله، لأنك الفائز على كل حال. ثم لا يضر غمط من غمطه ولا جحود من جحده، واحمد الله لأنك المحسن وهو المسيء، واليد العليا خير من اليد السفلى. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وانظر إلى أبي بكر رضي الله عنه، دفع أمواله ووقته ودموعه ودمه واعتق الرقاب وشرى السلاح في سبيل الله، ثم لما أراد أن يثامن قال والله لا أطلب الثمن إلا من الله. فقال الله لأبي بكر وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. ويا له من ثواب عظيم. من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس. وانظر إلى الأنصار، دفعوا أراضيهم، دفعوا نفوسهم، قدموا أرواحهم، استبسلوا بدمائهم. وأراد صلى الله عليه وسلم أن يثامنهم بمكان المسجد، قالوا والله لا نطلب ثمنه إلا من الله. وقد ذهل كثير من العقلاء من جبلة الجحود عند الغوغاء، وكأنهم ما سمعوا الوحي الجليل وهو ينعى على هذا الصنف عتوه وتمرده، مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. لا تفاجأ إذا أهديت بليدا قلما فكتب به هجاك، أو منحت جافيا عصا يتوكل عليها ويهش بها على غنمه فشج بها رأسك. هذا هو الأصل عند هذه البشرية المحنطة في كفن الجحود مع باريها جل. كيف بها معي ومعك؟ أعلمه الرماية كل يوم، فلما اشتد ساعده رماني، وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافية فجاني. الإحسان إلى الغير. الجميل كاسمه، والمعروف كرسمه، والخير كطعمه. أول المستفيدين من إحسان الناس هم المتفضلون بهذا الإسعاد، يجنون ثمرته عاجلا في نفوسهم وأخلاقهم وضمائرهم،
فيجدون الانشراح ويحسون بالانبساط ويعيشون الهدوء ويلمسون السكينة. فإذا طاف بك طائف من هم أو ألم بك غم فامنح غيرك معروفا واسد له جميلا تجد الفرج والراحة. اعط محروما، انصر مظلوما، انقذ مكروبا، أطعم جائعا، عد مريضا، أعن منكوبا، تجد السعادة تغمرك من بين يديك ومن خلفك. إن فعل الخير كالمسك ينفع حامله وبائعه ومشتريه، وعوائد الخير النفسية عقاقير مباركة تصرف في صيدلية الذين عمرت قلوبهم بالبر والإحسان. إن توزيع البسمات المشرقة على فقراء الأخلاق صدقة جارية في عالم القيم، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وإن عبوس الوجه إعلان حرب ضروس على الآخرين لا يعلم قيامها إلا علام الغيوب. شربة ماء من كف بغي لكلب عقور أثمرت دخول جنة عرضها السماوات والأرض، لأن صاحب الثواب غفور شكور يحب العفو محسن غني حميد. يا من تهددهم كوابيس الشقاء، يا من ترهبهم أحلام الفناء، يا من يزلزلهم الفزع، يا من يهزهم القلق والخوف، هلموا إلى بستان المعروف تشاغلوا بالغير عطاء وضيافة ومواساة وإعانة وخدمة، وستجدون السعادة طعما ولونا وذوقا. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. اطرد الفراغ بالعمل. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. الفارغون في الحياة هم أهل الأراجيف، هم أهل الشائعات، هم أهل أحلام اليقظة، لأن أذهانهم موزعة رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. إن أخطر حالات الذهن يوم يفرغ صاحبه من العمل فيبقى كالسيارة المسرعة بانحدار بلا سائق تجنح ذات اليمين وذات الشمال. يوم تجد في حياتك فراغا فتهيأ حينها للهم والغم والفزع، لأن هذا الفراغ يسحب لك ملفات الماضي والحاضر والمستقبل من أدراج الحياة فيجعلك في أمر مريج. ونصيحتي لك ولنفسي أن تقوم بأعمال مثمرة بدلا من هذا الاسترخاء القاتل، لأنه وعد خفي وانتحار بكبسول مسكن. إن الفراغ أشبه بالتعذيب البطيء الذي يمارس في سجون الصين بوضع السجين تحت أنبوب يقطر كل دقيقة قطرة، وفي فترات انتظار هذه القطرات يصاب السجين بالجنون. الراحة غفلة والفراغ لص محترف، وعقلك فريسة ممزقة لهذه الحروب الوهمية. إذن قم الآن، صلي، اقرأ، سبح، طالع، اكتب، رتب، أبدع، اعمل، تحرك، انفع غيرك حتى تقضي على الفراغ، وإني لك من الناصحين. اذبح الفراغ بسكين العمل، ويضمن لك أطباء العالم 50% من السعادة مقابل هذا الإجراء الطارئ فحسب. انظر إلى الفلاحين والخبازين والبنائين يغردون بالأناشيد كالعصافير في سعادة وراحة، وأنت على فراشك تمسح دموعك وتضطرب مكانك كأنك مذبوح. قاء وقدر. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبراها، فليعلم من جهل وليدري من غفل. جف القلم، رفعت الصحف، قضي الأمر، كتبت المقادير، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. الله توكلنا، حسبنا الله ونعم الوكيل، وأفوض أمري إلى الله. دعها سماوية تجري على قدر، لا تفسدنها برأي منك منكوس. سهرت أعين ونامت عيون في شؤون تكون أو لا تكون. إن ربا كفاك ما كان بالأمس سيكفيك في غد ما يكون. واسمع للعام ذي الفطرة الصحيحة يقول: لا تشتكي يا واحد بات مهموم، ترى الفرج عند اقتراب الحزام. وإن كان عينك خالفت لذة النوم
فأنت تنام خالقك ما ينام. ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. إن هذه العقيدة إذا رسخت في نفسك وقرت في ضميرك صارت البلية عطية، والمحنة منحة، وكل الوقائع جوائز وأوسمة. ومن يرد الله به خيرا يصب منه، فلا يصبك قلق من مرض أو موت ابن أو خسارة مالية أو احتراق بيت، فإن الباري قد قدر، والقضاء قد حل، والاختيار هكذا، والخيرة لله، والأجر حصل، والذنب غفر. هنيئا لأهل المصائب صبرهم ورضاهم عن الآخذ المعطي القابض الباسط، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولن تهدى أعصابك، ولن تسكن بلابل نفسك، ولن تذهب وساوس صدرك حتى تؤمن بالقضاء والقدر. جف القلم بما أنت لاق، فلا تذهب نفسك حسرات. لا تظن أن بوسعك إيقاف الجدار أن ينهار، وحبس الماء أن ينسكب، ومنع الريح أن تهب، وحفظ الزجاج أن ينكسر. هذا ليس بصحيح على رغمي ورغمك. سوف يقع المقدور وينفذ القضاء ويحل المكتوب، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. استسلم القدر قبل أن تطوق بجيش السخط والتذمر والعويل. اعترف بالقضاء قبل أن يدهمك سيل الندم. إذن فليهدى بالك إذا فعلت الأسباب وبذلت الحيل ثم وقع ما كنت تحذر، فهذا هو الذي كان ينبغي أن يقع. ولا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. واسمع إلى الجوائز وإلى الأوسمة وإلى العطيات للصابرين المحتسبين. صح عنه عليه الصلاة والسلام أن الله يقول: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. وقال سبحانه في الحديث القدسي الصحيح: من ابتليته بحبيبتيه أي بعينيه فصبر عوضته منهما الجنة. وصح عنه عليه الصلاة والسلام عن ربه أنه قال: إذا قبض ابن العبد المؤمن قال الله لملائكتي وهو أعلم: قبضتم ابن عبد المؤمن؟ قالوا نعم. قال: قبضتم ثمرة فؤاده؟ قالوا نعم. قال: فماذا قال عبدي؟ قالوا: حمدك واسترجع. قال: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. وانظر إلى الأولياء كيف يصبرون على المقدور. هذا عروة بن الزبير يسافر سفرا طويلا من المدينة إلى الشام. عروة الذي كان يختم القرآن كل 4 أيام، عروة الذي كان يقوم ثلث الليل، عروة الذي كان يصوم يوما ويفطر يوما، عروة البحر الذي قال عنه الزهري: لا تكدره الدلاء. سافر إلى الشام، ولكنه كان سفرا بعيدا شاقا، حتى قال بعد السفر: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. سافر معه ابنه محمد وذهب إلى هناك، ونزل في بيت، وأصابته الآكلة في رجله فوصلت قدمه، فأرادوا بتر القدم فصبر، فسرت إلى الساق، فأرادوا الساق فصبر، فسرت إلى الفخذ، فقرر الأطباء بتر فخذه، وقدموا له كأسا من الخمر وهو الولي العالم الصادق الزاهد. قال: أشرب خمرا؟ قالوا: ليذهب عقلك لئلا تجد ألما. قال: والله لا أشربها. كيف أذهب عقلا منحنيه ربي؟ كيف أرتكب محرما؟ ولكن إذا دخلت في صلاتي فسوف أنسى ألمي فاقطعوا رجلي. فكبر واسترسل في صلاته، وسافرت روحه إلى الملكوت العليا. كما قال الأول: إذا كان حب الهائمين من الورى بسلمى وليلى يسلب اللب والعقل، فماذا عسى أن يصنع الهائم الذي سرى قلبه شوقا إلى العالم الأعلى؟ وبتروا رجله وأغمي عليه، واستفاق ليقول أول كلمة وينبس بأول جملة فيقول: اللهم لك الحمد. إن كنت أخذت فقد أعطيت، وإن كنت ابتليت فقد عافيت. قال له الناس: أحسن الله عزاءك في رجلك.
وأحسن الله عزاك في ابنك محمد، فإنه بينما كانت تقطع رجلك ذهب إلى اسطبل الخيل فرفسته فرس فمات، فعاد مرة ثانية ليبعث رسالة حارة إلى الحي القيوم المتفضل سبحانه، ليقول: اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. أعطيتني 4 أعضاء وأخذت عضوا، وأعطيتني 4 أبناء وأخذت ابنا، فأنت المتفضل صاحب الجميل. والمرأة السوداء صح الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام أتى وإذا هي تسرع تمرض تتكشف، يعيذ بها المرض، يزلزلها يقلقها تضطرب منه، فقال صلى الله عليه وسلم وهو يعرض عليها الخيار وهي أمة سوداء لكنها مؤمنة بالله مسلمة بالقضاء والقدر: إن شئت دعوت الله لك فشافاك، وإن شئت صبرت واحتسبت ولك الجنة. قالت: بل أصبر وأحتسب وادعو الله لي ألا أتكشف. قال عطاء: من أراد أن ينظر إلى امرأة من أهل الجنة فلينظر إلى هذه المرأة السوداء. اصنع من الليمون شرابا حلوا. الذكي الأريب يحول الخسائر إلى أرباح، والجاهل الرعديد يجعل المصيبة مصيبتين. طرد الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة فأقام في المدينة دولة. سجن أحمد بن حنبل فصار إمام السنة. حبس ابن تيمية فصار علم الأمة. وضع السرخسي في قعر بئر معطلة فأخرج 30 مجلدا. أقعد ابن الأثير فصنف 40 مصنفا. نفي ابن الجوزي فتعلم القراءات. أصابت الحمى مالك بن الريب فصار شاعر الدنيا. مات أبناء أبي ذؤيب الهذلي فرزاهم بإلياذة أنصت لها الدهر وذهل منها الجمهور وصفق لها التاريخ. إذا داهمتك داهية فانظر في الجانب المشرق منها. إذا ناولك أحدهم كوب ليمون فأضف إليه حفنة من سكر. إذا أهدى لك أحدهم ثعبانا فخذ جلده الثمين واترك باقية. إذا لدغتك عقرب فاعلم أنه مصل واقي ومناعة حصينة ضد السم الحيات. تكيف في ظرفك القاسي لتخرج لنا منه زهرا ووردا وياسمينا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. سجنت فرنسا قبل ثورتها العارمة شاعرين مجيدين متفائلا ومتشائما، فأخرجا راسيهما من نافذة السجن. أما المتفائل فنظر نظرة في النجوم فضحك، أما المتشائم فنظر في الطين فبكى. انظر إلى الوجه الآخر الماساة، لأن الشر المحض ليس موجود أصلا، بل هناك خير ومكسب وفتح وأجر. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ من الذي يفزع إليه المكروب؟ من الذي يستغيث به المنكوب؟ من الذي تصمد إليه الكائنات؟ من الذي تسأله المخلوقات؟ من الذي تلتجي إليه العباد؟ من الذي تلهج الألسنة بذكره؟ من الذي تأله القلوب؟ من هو الواحد الأحد؟ إنه الله الذي لا إله إلا هو. وحق علي وعليك أن ندعوه في الشدة والرخاء والسراء والضراء، ونفزع إليه في الملمات، ونتوسل إليه في الكربات، وننطرح على عتبات بابه سائلين باكين ضارعين منيبين. حينها يأتينا مدده، يصل إلينا عونه، يسرع إلينا فرجه، يحل علينا فتحه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ فينجي الغريب ويرد الغائب ويعافي المبتلى وينصر المظلوم ويهدي الضال ويشفي المريض ويفرج عن المكروب. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. ولن أسرد عليك هنا أدعية إزالة الهم والحزن والغم، فهي معلومة في دوام السنة. إذا وجدت الطريق إلى ربك فقد وجدت كل شيء، وإن فقدت الإيمان به فقد فقدت كل شيء. إن دعاءك ربك عبادة أخرى وطاعة عظمى ثانية فوق حصول المطلوب. وإن عبدا يجيد فن الدعاء حري ألا يهتم ولا يغتم ولا يحزن ولا يقلق. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا
وعلى الله فليتوكل المؤمنون. كل الحبال تتسرم إلا حبله، كل الأبواب توصد إلا بابه، كل الطرق تغلق إلا طريقه. هو قريب سميع مجيب، يجيب المضطر إذا دعاه، يأمرك وأنت الفقير الضعيف المحتاج، وهو الغني القوي الواحد الماجد بأن تدعوه. ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم. إذا نزلت بك النوازل، إذا ألمت بك الخطوب، فالهج بذكره واهتف باسمه واطلب مدده واسأل فتحه ونصره. مرغ الجبين لتقديس اسمه لتحصل على تاج الحرية، وأرغم الأمين عبوديته لتحوز وسام النجاح. مد يديك، ارفع كفيك، أطلق لسانك، أكثر من طلبه، بالغ في سؤاله، ألح عليه، الزم بابه، انتظر لطفه، ترقب فتحه، اسد باسمه، احسن الظن به، انقطع إليه، تبتل إليه تبتيلا حتى تسعد وتفلح. العوض من الله، لا تأسف على مصيبة، فإن الذي قدرها عنده جنة وثواب وعوض وأجر عظيم. إن أولياء الله المصابين المبتلين ينوه بهم في الفردوس. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وحق علينا أن ننظر في عوض المصيبة وفي ثوابها وفي خلفها الخير. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هنيئا للمصابين، بشرى للمنكوبين، سلام على المضطهدين. إن عمر الدنيا قصير وكنزها حقير، والآخرة خير وأبقى. فمن أصيب هنا خوفي هناك، ومن تعب هنا ارتاح هناك، ومن افتقر هنا اغتنى هناك. أما المتعلقون بالدنيا العاشقون لها الراكنون إليها، فأشد ما على قلوبهم فوت حظوظهم منها وتنغيص راحتهم فيها، لأنهم يريدونها وحدها. فلذلك تعظم عليهم المصائب وتكبر عندهم النكبات، لأنهم ينظرون تحت أقدامهم فلا يرون إلا الدنيا الفانية الزهيدة الرخيصة. أيها المصابون، ما فات شيء وأنتم الرابحون، فقد بعث لكم برسالة بين أسطرها لطف وعطف وثواب وحسن اختيار. إن على المصاب الذي ضرب عليه سرادق المصيبة أن ينظر ليرى النتيجة، فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. وما عند الله خير وأبقى وأهنى وأمرى وأجل وأعلى وأغلى. الإيمان هو الحياة. الأشقياء بكل معاني الشقاء هم المفلسون من كنوز الإيمان ومن رصيد اليقين، فهم أبدا في تعاسة وغضب ومهانة وذلة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. لا يسعد النفس، لا يزكيها، لا يطهرها، لا يسرها، لا يفرحها، لا يذهب غمها وهمها وقلقها إلا الإيمان بالله رب العالمين. لا طعم للحياة أصلا إلا بالإيمان. إذا الإيمان ضاع فلا حياة ولا دنيا لمن لم يشر دينا. ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينا. إن الطريقة المثلى للملاحدة إن لم يؤمنوا أن ينتحروا ليريحوا أنفسهم من هذه الآثار والأغلال والظلمات والدواهي. يا لها من حياة تعيسة بلا إيمان، يا لها من لعنة أبدية حاقت بالخارجين على منهج الله في الأرض. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وقد آن الأوان للعالم أن يقتنع كل القناعة وأن يؤمن كل الإيمان بأن لا إله إلا الله، بعد تجربة طويلة شاقة عبر قرون غابرة توصل بعدها العقل إلى أن الصنم خرافة والكفر لعنة والإلحاد كذبة، وأن الرسل صادقون، وأن الله حق، وأنه على كل شيء قدير. وبقدر إيمانك قوة وضعفا، حرارة وبرودة، تكون سعادتك وراحتك وطمأنينتك. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة
ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. وهذه الحياة الطيبة هي استقرار نفوسهم لحسن موعود ربهم وقلوبهم بحب باريهم، وطهارة ضمائرهم من أوضار الانحراف، وبرود أعصابهم أمام الحوادث، وسكينة قلوبهم عند وقع القضاء، ورضاهم في مواطن القدر، لأنهم رضوا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. اجن العسل ولا تكسر الخلية. الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. اللين في الخطاب، البسمة الرائقة على المحيا، الكلمة الطيبة عند اللقاء، هذه حلل منسوجة يرتديها السعداء، وهي صفات المؤمن كالنحلة، تأكل طيبا وتصنع طيبا، وإذا وقعت على زهرة لا تكسرها، لأن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. إن من الناس من تشرئب لقدومهم الأعناق، وتشخص إلى طلعاتهم الأبصار، وتحييهم الأفئدة، وتشيعهم الأرواح، لأنهم محبوبون في كلامهم، في أخذهم، في عطائهم، في بيعهم، في شرائهم، في لقائهم، في وداعهم. إن اكتساب الأصدقاء فن مدروس يجيده النبلاء الأبرار، فهم محفوفون دائما وأبدا بهالة من الناس، إن حضروا فالبشر والأنس، إن غابوا فالسؤال والدعاء. إن هؤلاء السعداء لهم دستور أخلاق عنوانه ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فهم يمتصون الأحقاد بعاطفتهم الجياشة، وحلمهم الدفي، وصفحهم البريء، يتناسون الإساءة ويحفظون الإحسان. تمر بهم الكلمات النابية فلا تلج آذانهم، بل تذهب بعيدا هناك إلى غير رجعة. هم في راحة، والناس منهم في أمن، والمسلمون منهم في سلام. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم. يقول صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه: إن الله أمرني أن أصل من قطعني، وأن أعفو عمن ظلمني، وأن أعطي من حرمني، ووالله لقد وصلت من قطعك، وعفوت عمن ظلمك، وأعطيت من حرمك، فهنيئا لك تلك المنزلة. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. بشر هؤلاء بثواب عاجل من الطمأنينة والسكينة والرضوان والهدوء، وبشرهم بثواب أخروي كبير في جوار رب غفور، في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ذكر الله تعالى. الصدق حبيب الله، الصراحة صابون القلوب، التجربة برهان، الرائد لا يكذب أهله. لا يوجد عمل أشرح للصدر وأعظم الأجر كالذكر، فاذكروني أذكركم. وذكره سبحانه جنة في أرضه، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، وهو إنقاذ للنفس من أوصابها وأتعابها واضطرابها. إذا مرضنا تداوينا بذكركم، ونترك الذكر أحيانا فننتكس. اذكرونا مثل ذكرانا لكم، رب ذكرى قربت من نزحا، وهو الطريق الميسر المختصر إلى كل فوز وفلاح. طالع دواوين الوحي لترى فوائد الذكر، جرب مع الأيام بلسمه لتنال الشفاء. بذكره سبحانه تنقشع سحب الخوف والفزع والهم والحزن، بذكره تزاح جبال الكرب والغم والأسى. الله أكبر، كل هم ينجلي عن قلب كل مكبر ومهلل. ولا عجب أن يرتاح الذاكرون، فهذا هو الأصل. العجب العجاب كيف يعيش الغافلون عن ذكره، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. يا من شكى الأرق وبكى من الألم، وتفجع من الحوادث ورمته الخطوب، هيا اهتف باسمه تقدس في عليائه، هل تعلم له سميا؟ إن بقدر إكثارك من ذكره ينبسط خاطرك، يهدأ قلبك، تسعد نفسك، يرتاح ضميرك، لأن في ذكره معاني التوكل والثقة والاعتماد والتفويض وحسن الظن وانتظار الفرج. فهو قريب إذا دعي، سميع إذا نودي،
مجيب إذا سئل، فاضرع واخضع واخشع، وردد اسمه الطيب المبارك على لسانك توحيدا وتمجيدا وثناء ومدحا ودعاء وسؤالا واستغفارا، وسوف تجد بحوله وقوته السعادة والأمن والسرور والنور والحبور، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. يقول عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. الحسد كالآكلة الملحة تنخر العظم نخرا. إن الحسد مرض مزمن يعيث في الجسم فسادا، وقد قيل: لا راحة لحسود، فهو ظالم في ثوب مظلوم وعدو في جلباب صديق. وقد قالوا: لله در الحسد ما اعدله، بدأ بصاحبه فقتله. إنني أنهى نفسي ونفسك عن الحسد رحمة بي وبك قبل أن نرحم الآخرين، لأننا بحسدنا لهم نطعم الهم لحومنا، ونسقي الغم دماءنا، ونوزع النوم على جفون الآخرين. إن الحاسد يشعل فرنا ساخنا ثم يقتحم فيه. التنغيص والكدر والهم الحاضر أمراض يولدها الحسد لتقضي على الراحة والحياة الطيبة الجميلة. بلية الحاسد أنه خاصم واتهم الباري في العدل وأساء الأدب وخالف الشرع وقدح في العقل. يا للحسد من مرض لا يجر صاحبه، ومن بلاء لا يثاب عليه المبتلى به، وسوف يبقى هذا الحاسد في حرقة دائمة حتى يموت أو تذهب نعم الناس عنهم. كل يصالح إلا الحاسد. أعطيت كل الناس من نفس الرضا إلا الحسود فإنه أعياني. ما لي له ذنب عليه علمته إلا ترادف نعمة الرحمن، وأبى فما يرضيه إلا ذلتي وذهاب أموالي وقطع لساني. إن الحاسد يريد شيئا محددا لا غيره، يريد أن تتنازل عن مواهبك، أن تلغي خصائصك، أن تترك مناكبك، فإن فعلت ذلك فلعله يرضى على مضض. نعوذ بالله من شر حاسد إذا حسد، فإنه يصبح كالثعبان الأسود السام لا يقر قراره حتى يفرغ سمه في جسم بريء. فأنهاك عن الحسد، واستعذ بالله من الحاسد فإنه لك بالمرصاد. اقبل الحياة كما هي، اقبل الحياة كما هي. حال الدنيا منغصة اللذات، كثيرة التبعات، جاهمة المحيا، كثيرة التلون، مزجت بالكدر، خلقت بالنكد، وأنت منها في كبد. دار متى ما أضحكت في يومها أبكت غدا قبحا لها من داري. ومكلف الأيام ضد طباعها متطلبا في الماء جذوة نار، طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار. لن تجد ولدا أو زوجة أو صديقا أو نبيلا أو مسكنا أو وظيفة إلا وفيه ما يكدر، وعنده ما يسوء أحيانا، فأطفئ حر شره ببرد خيره لتنجو رأسا برأس والجروح قصاص. أراد الله لهذه الدنيا أن تكون جامعة للضدين والنوعين والفريقين والرايين، خير وشر، صلاح وفساد، سرور وحزن، ثم يصفى الخير كله والصلاح والسرور في الجنة، ويجمع الشر كله والفساد والحزن في النار. وفي الحديث: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالم ومتعلم. فعش واقعك ولا تسرح مع الخيال، ولا تحلق في عالم المثاليات. اقبل الدنيا كما هي، وطوع نفسك لمعايشتها ومواطنتها، فسوف لا يصفو لك صاحب، ولا يكمل لك فيها أمر، ولا يصلح لك حال، لأن التمام والكمال في الآخرة. لن تكمل لك زوجه في الحديث: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فينبغي أن نسدد وأن نقارب، وأن نعفو وأن نصفح، وأن نأخذ ما تيسر ونذر ما تعسر. خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين. ومن ذا الذي
ترضى سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت وأي الناس تصفو مشاربه، ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث أي الرجال المهذب. فلنغمض الطرف أحيانا ونسدد الخطى ونتغافل عن الأمور. ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي. تعز بأهل البلاء. تلفت يمنة ويسرة فهل ترى إلا مبتلى، هل تشاهد إلا منكوبا، هل تبصر إلا مصابا. في كل دار نائحة، على كل خد دمع، في كل واد بنو سعد. كم من المصائب، كم من الصابرين، فلست أنت وحدك المصاب، بل مصابك أنت بالنسبة لغيرك قليل. كم من مريض على سريره من أعوام يتقلب ذات اليمين وذات الشمال، يئن من الألم، يصيح من السقم. كم من محبوس مرت به سنوات ما رأى الشمس بعينه وما عرف غير زنزانته. كم من رجل وامرأة فقدا فلذات أكبادهما في ميعة الشباب وريعان العمر. كم من مكروب، كم من مديون، كم من محبوس، كم من عرض منهوك، كم من دم مسفوك، كم من عقل منهوب، كم من مال مسلوب. آن لك أن تتعزى بهؤلاء وأن تعلم علم اليقين أن هذه الحياة سجن للمؤمن، وأنها دار الأحزان والنكبات. تصبح القصور حافلة بأهلها وتمسي خاوية على عروسها. بينما الشمل مجتمع والأبدان في عافية والأموال وافرة والأولاد كثر، ثم ما هي إلا أيام فإذا الفقر والموت والفراق والأمراض. وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. فعليك أن توطن نفسك كتوطين الجمل المحنك الذي يبرك على الصخرة، وعليك أن توازن مصابك بمن حولك وبمن سبقك في مسيرة الدهر، ليظهر لك أنك معافى بالنسبة لهؤلاء، وأنه لم يأتك إلا وخزات سهلة. فاحمد الله على لطفه واشكره على ما أبقى، واحتسب ما أخذ، وتعز بمن حولك. ولك في رسولنا صلى الله عليه وسلم قدوة. وضع السلى على رأسه، أدميت قدماه، شج وجهه، حوصر في الشعب، طرد من مكة، كسرت ثنيته، رمي في عرض زوجته، قتل 70 من أصحابه، فقد ابنه، ماتت بناته، ربط الحجر على بطنه، اتهم بشتى التهم وصانه الله عن ذلك. وهذا بلاء لا بد منه وتصيص منه. وقد قتل قبل ذلك زكريا، وذبح يحيى، وهجر موسى، ووضع الخليل في النار، وسار الأئمة على هذا الطريق، فضرج عمر، واغتيل عثمان، وطعن علي، وجلد الظهور الأئمة، وسجن الأخيار، ونكل بالأبرار. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. قل للذي بصروف الدهر عيرنا هل عاند الدهر إلا من له خطر. أما ترى البحر تعلو فوقه جيف وتستقر بأقصى قعره درر، وفي السماء نجوم لا عداد لها وليس يكسف إلا الشمس والقمر. الصلاة الصلاة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. إذا داهمك الخوف وطوقك الحزن وأخذ الهم بتلابيبك فقم حالا إلى الصلاة، تذوب لك روحك وتطمئن نفسك. إن الصلاة كفيلة بإذن الله باجتياح مستعمرات الأحزان والغموم ومطاردة فلول الاكتئاب. كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر قال أرحنا بالصلاة يا بلال، فكانت قرة عينه وسعادته وبهجته. وقد طالعت سير أقوام أفذاذ كانت إذا ضاقت بهم الضوائق وكسرت في وجوههم الخطوب فزعوا إلى صلاة خاشعة فتعود لهم قواهم وإرادتهم وهممهم. إن صلاة الخوف
تؤدى في ساعة الرعب، يوم تتطاير الجماجم وتسيل النفوس على شفرات السيوف، فإذا الثبات والسكينة والرضوان والأنس. إن على الجيل الذي عصفت به الأمراض النفسية أن يتعرف على المسجد، وأن يمرغ جبينه ليرضي ربه أولا، ولينقذ نفسه من هذا العذاب الواصب، وإلا فإن الدمع سوف يحرق جفنه، والحزن سوف يحطم أعصابه، وليس لديه طاقة تمده بالسكينة والأمن إلا الصلاة. ومن أعظم النعم لو كنا نعقل هذه الصلوات الخمس كل يوم وليلة، كفارة لذنوبنا، رفع لدرجاتنا، صلاح لأحوالنا، سكينة لنفوسنا، دواء لأمراضنا، تسكب في ضمائرنا مقادير زاكية من اليقين، تملأ جوانحنا بالرضا. أما أولئك الذين جانبوا المسجد وتركوا الصلاة فمن نكد إلى نكد، ومن حزن إلى حزن، ومن شقاء إلى شقاء، فتعسا لهم وأضل أعمالهم. حسبنا الله ونعم الوكيل. تفويض الأمر إلى الله، التوكل عليه، الثقة بوعده، الرضا بصنيعه، حسن الظن به، انتظار الفرج منه، من أعظم ثمرات الإيمان ومن أجل صفات المؤمنين. وحينما يطمئن العبد إلى حسن العاقبة ويعتمد على ربه في كل شأنه، يجد الرعاية والولاية والكفاية والتأييد والنصرة. لما ألقي إبراهيم عليه السلام في النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل، فجعلها الله عليه بردا وسلاما. ولما قيل لرسولنا صلى الله عليه وسلم إن الناس قد جمعوا لكم قال حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إن الإنسان وحده لا يستطيع أن يصارع الأحداث، ولا يقاوم الملمات، ولا ينازل الخطوب، لأنه خلق ضعيفا عاجزا. ولكنه حينما يتوكل على ربه ويثق بمولاه ويفوض الأمر إليه، يجد النصر والتأييد والفتح والإعانة. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فيا من أراد أن ينصح نفسه، توكل على القوي الغني ذو القوة المتين، لينقذك من الويلات ويخرجك من النكبات. واجعل شعارك ودثارك حسبنا الله ونعم الوكيل. فإن قل مالك وكثر دينك وجفت مواردك وشحت مصادرك فناد حسبنا الله ونعم الوكيل. وإذا خفت من عدو أو رعبت من ظالم أو فزعت من خط فاهتف حسبنا الله ونعم الوكيل، وكفى بربك هاديا ونصيرا. قل سيروا في الأرض. مما يشرح الصدر ويزيح الكرب السفر في الديار، قطع الكفار، والتقلب في الأمصار، والنظر في كتاب الكون المفتوح لتشاهد أقلام القدرة وهي تكتب على صفحات الوجود آيات الجمال، لترى حدائق ذات بهجة ورياضا أنيقة وجنات ألفافة. اخرج من بيتك، تأمل ما حولك وما بين يديك وما خلفك، اصعد الجبال، اهبط الأودية، تسلق الأشجار، عب من الماء النمير، ضع أنفك على أغصان الياسمين حين تجد روحك حرة طليقة كالطائر الغريب تسبح في فضاء السعادة. اخرج من بيتك، القي الغطاء الأسود عن عينيك، ثم سر في فجاج الله الواسع ذاكرا مسبحا. وكتاب الفضاء أقرأ فيه سورا ما قرأتها في كتابي. إن الانزواء في الغرفة الضيقة مع الفراغ القاتل طريق ناجح للانتحار. وليست غرفتك هي العالم، ولست أنت كل الناس، فلم الاستسلام أمام كتائب الأحزان؟ ألا فاهتف ببصرك وسمعك وقلبك، الفروا خفافا وثقالا. تعال لتقرأ القرآن هنا بين الجداول والخمائل، بين الطيور وهي تتلو خطب الحب، وبين الماء وهو يروي قصة وصوله من التل. إن الترحال في مسارب الأرض متعة يوصي بها الأطباء لمن ثقلت عليه نفسه وأظلمت عليه غرفته. فهيا بنا نسافر لنسعد ونفرح ونفكر ونتدبر. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك
فصبر جميل. التحلي بالصبر من شيم الأفذاذ، من شيم الأفذاذ الذين يتلقون المكاره برحابة صدر وبقوة إرادة وبمناعة أبية. وإن لم أصبر أنا وأنت فماذا نصنع؟ هل عندك حل لنا غير الصبر؟ هل تعلم لنا زادا غيره؟ كان أحد العظماء مسرحا تركض فيه المصائب وميدانا تتسابق فيه النكبات، كلما خرج من نكبة دخل في أخرى، وكلما نجا من كربة تعرض لثانية، وهو متترس بالصبر متدرع بالثقة بالله، حتى قال: إن كان عندك يا زمان بقية مما يهان بها الكرام فهاتها. فجعل الله له فرجا ومخرجا. هكذا يفعل النبلاء، يصارعون الملمات، يطرحون النكبات أرضا. دخلوا على أبي بكر وهو مريض، قالوا: ألا ندعو لك طبيبا؟ قال: الطبيب قد رآني. قالوا: فماذا قال؟ قال: يقول: إني فعال لما أريد، كيف أشكو إلى طبيبي يا مابي والذي قد أصابني من طبيبي. قال ابن المرتعش: ذهبت عيني من 40 سنة ما علمت ابنتي ولا زوجتي. وفي مقالات لأحد المعاصرين جارا له مقعدا من 20 سنة يقول: والله ما أمن ولا اشتكى وما زال يحمد ربه حتى مات. واصبر وما صبرك إلا بالله. اصبر صبر واثقا بالفرج، عالم بحسن المصير، طالب للأجر، راغب في تكفير السيئات. اصبر مهما ادلهمت الخطوب وأظلمت أمامك الدروب، فإن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا. وقد قرأت سير عظماء مروا في هذه الدنيا وذهلت لعظيم صبرهم وقوة احتمالهم. كانت المصائب تقع على رؤوسهم كأنها قطرات ماء باردة، وهم في ثبات الجبال وفي رسخ الحق، فما هو إلا وقت قصير فتشرق وجوههم على طلع فجر الفرج وفرحة الفتح وعصر النصر. وأحدهم ما اكتفى بالصبر وحده، بل رضي وتبسم واحتسب، فكان الثواب والأجر والفرج. وقفة 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 وقفة. لا تحزن لأنك بحزنك تريد إيقاف الزمن وحبس الشمس وإعادة عقارب الساعة والمشي إلى الخلف ورد النهر إلى مصبه. لا تحزن لأن الحزن كالريح الهوجاء تفسد الهواء وتبعثر الماء وتغير السماء وتهلك الحديقة الغناء. لا تحزن لأن المحزون كنهر الأحمق ينحدر من البحر ويصب في البحر، وكالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، وكالنافخ في قربة مثقوبة، وكالكاتب بأصبعه على الماء. لا تحزن فإن عمرك حقيقة سعادتك وراحة بالك، فلا تنفق أيامك في الحزن، ولا تبذل لياليك في الهم، ولا توزع ساعاتك على الغم، ولا تسرف في إضاعة حياتك، فإن الله لا يحب المسرفين. لا تحزن فإن أموالك التي في خزائنك وقصورك السامقة وبساتينك الخضراء مع الحزن والأسى والياس زيادة في أسفك وهمك وغمك. لا تحزن فإن عقاقير الأطباء ودواء الصيادلة ووصفة الحكيم لا تسعدك، وقد أسكنت الحزن قلبك وفرشت له عينك وبسطت له جوانحك وألحفته جهك. لا تحزن وأنت تملك الدعاء وتجيد الانطراح على عتبات الربوبية وتحسن المسكنة على أبواب ملك الملوك، ومعك الثلث الأخير من الليل ولديك ساعة تمريغ الجبين في السجود. لا تحزن فإن الله خلق لك الأرض وما فيها وأنبت لك حدائق ذات بهجة وبساتين فيها من كل زوج بهيج، ونخلا باسقات لها طلع نضيد، ونجوما لامعات، وخمائل وجداول، ولكنك تحزن. لا تحزن فأنت تشرب الماء الزلال وتستنشق الهواء الطلق وتمشي على قدميك معافى وتنام ليلك آمنا. لا تحزن فإن المرض يزول والمصاب يحول والذنب يغفر والدين يقضى والمحبوس يفك
والغائب يقدم والعاصي يتوب والفقير يغتني. لا تحزن، أما ترى السحاب الأسود كيف ينقشع، والليل البهيم كيف ينجلي، والريح الصرصر كيف يسكن، والعاصفة كيف تهدأ. إذا فشدائدك إلى رخاء، وعيشك إلى هناء، ومستقبلك إلى نعماء. لا تحزن، لهيب الشمس يطفئه وارف الظل، وظمأ الهاجرة يبرده الماء النمير، وعظة الجوع يسكنها الخبز الدافئ، ومعاناة السهر يعقبه نوم لذيذ، وآلام المرض يزيلها هناء العافية. فما عليك إلا الصبر قليلا والانتظار لحظة. لا تحزن، فقد حار الأطباء وعجز الحكماء ووقف العلماء وتساءل الشعراء وبارت الحيل أمام نفاذ القدرة ووقوع القضاء وحتمية المقدور. عسى فرج يكون عسى، نعلل نفسنا بعسى، فلا تقنط، وإن لاقيت هما يقبض النفس، فأقرب ما يكون المرء من فرج إذا يئسا. إن مع العسر يسرا. يا أحد، يا صمد، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا رحمن يا رحيم، أسألك أن تذهب عنا الهم والغم والحزن والكدر والوصب. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاء والشقوة والذلة والفقر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم على نبيه وآله وصحبه ومن والاه.